مسؤوليه هذه النتيجه السلبيه. خليها تمشي صور يا ابو علام من فضلك، في صور اخرى لهذه المواجهه. كيف وجدت لقاء الشبيبه امس؟ الشبيبه ظهرت في الربع او لنقل النصف ساعه الاولى كانت في المستوى، لكن انهارت بعد ذلك خاصه في الشوط الثاني. والمقابله نجم نقولوا سيتي ان ماتش اكيليبري بور لي دو زيكيب، دونك كان ينجم يخرج ان بون ماتش نول. لو بيت سي فري كافي اور جو زيد يدو، هذه واضحه، ولكن لي دو زاري سونترو هذوك شوف البلاسمون تاعهم، شوف الزوج اللي ملهيها تاع جياسكا، شوف وراهم وهما شوف لو كان حبطوا برك تالينياو مع دوك الزوج يقعدوا اور جو بواحد 4 متر لا 5. نعم خلاو له ليسباس مي البيت اور جو زيد يدو. هذا ولا فوتبول واش تحب فوتبول افريكان يعني. الجزائر اصبحت محمد قاسي سعيد غير محميه تماما من ناحيه ناحيه التحكيم الافريقي. شفنا ما حدث في اللقاء الاخير المنتخب الوطني، هدفين لشعيبي ما تحسبوش. هذا المره شفنا ما حدث مع شبيبه القبائل، لانه لما يتسجل لك هدف مثل هذا حتى من الناحيه البسيكولوجيه بلا ما ناكدوا بانه الفريق لم يظهر مستوى كبير خاصه في الشوط الثاني. شبيبه القبائل اسمح لي نقول كلمه محمد، بصح هادو ما متعلموا كان من عندنا، احنا قالنا لي بيناتي ما كاش، لي بيتيت ماركاو صح، وخلي كوم سيك احنا الله تقول لانجلتير ولا وهما لا، احنا كارثه كيما هما لا اكثر. صح، ومن بعد نتكلموا على اللي واش كاين. شوف نولي لك انا سنه للور رضوان، قلت لك رايحين نعانيو في افريقيا، رايحين نعانيو في افريقيا. قلت لي لماذا؟ قلت لك واش درنا في قاسامه، واش درنا في قاسامه رايحين نخلصوه. اليوم المقابله هذه وهما يعرفوها، هم هنا قدامي زوج لاعبين يعرفوا كيفاش تضامن تاع الحكام، يبون باسي لو مو، ومن بعد ذلك انت تسلك مع هاد الحكام هذو خاصه في ظل ما كاش الفار. ولكن المقابله في حد ذاتها رضوان الشبيبه كانت متاهله قبل المقابله هذه. صح. كان من المفروض تروح تلعب ما تخسر والو. احنا شفنا شبيبه القبائل يعني تراجعت للوراء وقاعده تستنى. العب يا اخي، انت راك مأهل تدي لا بريمير لا دوزيام بلاص ما يهمكش، خاصة عارفين باللي في المغرب راح تكون مقابلة صعيبة على الشبيبة. على العموم نقول اليوم الشبيبة تعرف واش يستنى فيها في الدور القادم، لأن هي اللي راح تستقبل عليها باش تفوز بعدد تاع الأهداف، يعني فارق يكون كبير. سينو راح تكون نوصلوا بعد المباراة على الدور الربع النهائي ومع من ممكن أن يواجه فريق شبيبة القبائل. أمين أكساس، كيف وجدت لقاء الشبيبة؟ هل فات للفريق كان متأهل قبل بداية المباراة هذا لعب دور كبير؟ والله الحقيقة على كل حال كانت فاضحة تحكيمية شفناها. كان الهدف الأول سيفيري كان قاتل، نقول باللي الحاكم ما كان جيست في اللقطات تاع وين كان اورجو تسلل وكانت ضربة يد. نقول باللي شبيبة ما كانش يستاهل، نقول لك ما كانش يستاهل الخسارة، لا مي شبيبة نقول باللي انا الطريقه تاع اللعب ديالو ما كانش حاب يربح، نقولها بكل صراحه. انت باش انت اليوم ما كانش حاب يربح، ما كانش اللاعب. انت وكان تعاود تشوف اللقاء متمركز في كان يلعب افيك بلوك با. نقول باللي انت باش اليوم راك متاهل نورمالمون نروح نلعب مقابله، بصح تخاف تفتح اللعب تخسر كثير. علاش تخسر كثير؟ شفنا البارح الوداد، ماشي الوداد اللي تاع العام صح الفارق، نقولوها بكل صراحه. اليوم انت عندك شبيبه القبائل اليوم كي حبيت تضغط عليه في لقاء دهب فزت عليه وداروا كروما جياسكا. انا البارح ما خوفنيش انا الفريق الوداد، انا شفت طريقه اللعب متمركزين كاع في الدفاع، خلعتني طريقه اللعب تاع شبيبه القبائل، وكانوا يقدروا يعودوا بفوز من الوداد. كانوا كيطلعوا كانوا يديروا ديزاكسيون، داروا واحد 4 لقطات في الشوط الاول كانوا قادرين يسجلوا مع الوداد. وكان تعاود تشوف مجريات اللقاء سيرتو في الشوط الاول ابار واقع اون اكسيون تاع بيت ما كانش، كانوا ايكيليبري صح ايكيليبري. الاربيتراج ثاني كان الاربيتراج ثاني قلت لك فضيحه تحكيميه. الهدف الاول اورجو وما نقول باللي في الشوط الثاني شبيبه القبائل باسكو ثاني ماركاو لهم في الدقائق الاخيره تاع الشوط الاول، زادوا دخلوا الشوط الثاني في الدقيقه 51 زاد تلقاو الهدف الثاني. نظن هذه هي اللي قتلت اللقاء تاع شبيبه القبائل، وراك على بالك 2-0 باش يعاودوا يولوا في اللقاء. هذا شيء صعب. تاع لمسه اليد وين تظهر بانه اللاعب بلوكا البالون بيده، يعني فيه صور ابو علاء من فضلك اذا كان بالامكان نشاهدوهم. خلينا من وضعيه التسلل، ولكن فيه صوره وين يظهر بانه وقف الكره باليد. نعم باسكو امبوسيف هذيك لاكسيون كيما كان البوزيسيون اللي كان فيه ما يقدرش بالون يرقد هكذا. يعطيك الصحه باينه هذه تشوفها اون ديريكت تفيق لها، ما يقدرش باسكو جات هكذا مستحيل. لا هي قصها بصدره. شوف شبيبه القبائل نقول لك انايا البارح
ضيع المركز الاول هو باسكو طريقه تاع اللعب تعادل كان يكفيها بيان سير انا قلت لك كان راح لقدام وكان مع تحكيم كيما هذاك مستحيل تجيب تعادل هذا. مش مستحيل الحكم ابار بريمي بيت انا نظن باللي كان كوره باسكو خلاص هو قتلك. بصح معليش نتفاهموا رضوان جياسكا ابري لو بيت دخلوا في الشوط الثاني ما داروا والو ما داروا والو ما داروش باش ردوا اللعب كانوا تشوف البوزيسيون ديال 65% للوداد البيضاوي 35% للوسمه هنا تفيق باللي كان متمركز في الوراء كان يحوس على الماتشين هي كي تحوس على الماتشين جينيرالمون تخسر اللقاء. لكن في نفس السياق علي بن شيخ لما نشوفوا مثل هذا الظلم التحكيمي وعدم وجود الفار على كل حال من دور ربع نهائي ممكن يكون الفار ونزيدوا نشوفوا الامر اللي تكلمت عليه انت الاسبوع الماضي تكلمت على امر مهم جدا يتعلق بهذيك البعثه اللي جات من اجل الانسبكسيون تاع الجزائر تاع الملاعب الجزائريه تحسبا لكان 2025 راح نوري لك صوره يعني تظهر جهارا نهارا انه هذه البعثه هذه جت الالمانيه بين قوسين واللي عندها مركز في كازابلانكا في المغرب شاهدوا يعني بالصوره السيده ويحسب بشبر هذه منصه تاع الصحفيين يدير شبر يقولوا لا زدتوا زياده وامام انا حاجه اللي دوختني وغضبتني شويه سنت رهيب للسلطات الجزائريه هنا رئيس الاتحاديه يتفرج انا نشاهد رئيس الاتحاديه في اعلى الصوره السيد جاهد زفزاف من المفروض قال لها يا جماعه اريتي لو معسكر حبسوا لنا هات بهدايل دوك ما تبداش تجيب لي بالمترا شفنا صور المره اللي فاتت صور سيد يبحث كانه يبحث عن فأر تحت المكان تاع تواجد او جلوس الصحفيين عليه هل ما اصبحش الامر فاضح الى درجه كبيره كي تشوف سيد هكذا بالشبر وحنا الاتحاديه الجزائريه او المرافقين ساكتين بين قوسين كانهم يوقفوا وقفه تاع متفرج. يا ودي دوك هدايا اسكو انت احنا نوموه هذا راهم مبعوث مقريسي دوك واش راح يدير لك الا راح يجي ضدك بصح الاخرين غير يتبعوا فيه من اللور شغل الشيخ الجامعه ويمشي والاخرين الدراري كاع من اللور هذا واحد فيهم راح يقول له يهضر معاه يا اخي هضره لك تدير لي شبر تشوف لي الفوتاي ملعب طوب هذا الملعب شبر هذه شوف هذايا شوف شحال شابه لاصال هذه صافي بالونطون شهر اسمع جات الحاجه كل حاجه بها لي تيران بها باينين اسمع تما باين باللي كاين ما حسبناش بشبر رضوان احنا ما حسبناش بشبر واحد الوقت سيتادير باش نحسبوا اللي يقول لك تاع 10000 بلاص ما شفناش في ملعب تيزي وزو يحسبوا بالمتر معليش هذيك صح هذيك وقت تما الان لا هذه سي لا بودروزيو رضوان سي لا بودروزيو احنا كل على عارفين باللي هاد لا ديليغاسيون المكتب تاعها جا في كازابلانكا عارفينها نظن باللي انا هذا الشيء هذا كاع مسرحيه يعني مسرحيه وفي نهايه الامر ما راح يحكموا ما راح يشوفوا على الرابور ديالهم يديروا تقرير ربما مضاد للجزائر والله حتى ولاو يديروه في صالح الجزائر ماشي هما راح يقرروا سي لا كاف اللي تقرر لا كاف هي اللي بعثتهم على كل حال بصح لا لو رابور تاعهم اللي امبورطون جاو من المانيا يجيو ان ايكيب ديكسبير اللي عندها بيرو تاعها في كازا وجايين من الاخر وخالصين وكل شيء باش الرابور كي يعطيوه له يرميه هذيك ساسباس هنا عندنا في السبور حنا معك مرمي تحت القجر وما لا ماشي خليني نكمل لك هو دوك الرابور تاعو يديروا نوت دي فافور ضد الجزائر هذا يديروا كي يعطيه لاكاف يزيد يقويهم لاكاف ما عليهم غير ديسيدي بلي لاجيري ما كاش وما كاش 2025 هذه هي الشيء واضح هذه انا الى متى انا سؤالي يقول خلاص اللي يسرى او يسرى الى متى يبقى مسؤولين تاعنا تاع كره القدم الجزائريه ابعاد على المكتب التنفيذي للكاف ابعاد على لجنه اللي جاب تحكيم اردوان على بالك رانا بيان سهرانين خطرت تحب تضحكنا شويه مليح صاروا في لا والله سيريو بيان تحب تقصر وكذا انت تقول وقتاش نفلاكاف ونوليو حاجه انت هنا ما راكش انت هنا في الجزائر ما راكش اسكو ما نجمش ديسيدي على الملعب وين يطرينيو الناس عنابه وما نجموش يدربوا الناس في برقي وما ينجموش يدربوا في ملعب اكس ويكراك وزاد هنا في عندك ما نجموش يديسيديو انت تهضر على حاجه اللي جايه في لاكاف والبيرو في الكازا جاي من الالمان والسيد يدخل هاك ويشوف لك هاك ويكل شبر وكذا انت هنا ما ديسيداوش انت نهار توليو هنا قوي هنا كاين الرجله كاين القوه اللي يديسيديو صح كل واحد في البلاص ديالو وي هي بارتير دي موما هنا ما نجموش يديسيداوش ثم من اللور قاعدين يتبعوا هكذا مساكن واش عليه قول واش حبيت
ما ينجموش نورمالمون تما يحبسوا ما ينجموش مش يحبس. هو يبدا له بالشبر هذا يقولوا حبسوا سي محمد واش قبل ما تحبس هذا حبس اللي ما حب الملعب ما يتلعبش فيه. الملعب يحكموا فيه لافاف يديسيديو فيه بيان سور والام جي اس يديسيديو فيه ما نجموش يديسيديو. تهضر لي على حاجه اللي اترونجي والبيرو تاعو ما نعرف وين ولا كاف وكذا خلينا هذا ولا ديسيدا ضدنا راهم ضدنا. مين نتوما راكم هنا بصح ضدنا ضد الكره الجزائريه. ما تفتحوش الملاعب. كيف ملاعب كاين جدد طوب ما شاء الله ما يتفتحوش. شيء عجب على بالك وين العقل راح خلاص. وين عنده الحق في حاجه مهمه جدا. الصور اللي نشاهدوها خليهم يبانوا هاد الصور. هاد الناس اللي جبناهم باش يديروا اللي جابوهم لاكاف باش يديروا الانسبكسيون وينهم يديروهم؟ راحوا الملعب وهران هذا ملعب وهران راحوا الملعب عنابه راحوا ملعب قسنطينه راحوا الملعب البراقي وهذا الملاعب ماهمش يتمتعوا بهم الجزائريين. رضوان شوف علي قال لك هذا الالماني راهو يدخل صباعه شوف في الغازون ياك انا حيولي ماسك ولا يشوف شي مليحه ما دخلوش صباعهم في الغازون بداو يمسوا هكذا. نولي لك السؤال تاعك رضوان. لا هنا عجبتني السيما معليش قال لك اسكو بلي احتمال معليش خلينا نقول انت رضوان علاش ما عندناش رجال في لاكاف؟ كانوا عندنا شكون اللي نحاول؟ قول لي شكون اللي نحاول؟ شكون؟ على بالك شكون اللي نحاول؟ الاتحاديه اللي يجي رئيس الاتحاديه يبعث برقيه لاكاف يقولوا الحين فلان هذا احنا ماشي احنا اللي بعثناه ما كانوش عندنا. صح. نبداو من الله يرحمه قرباج روايه ولد زميرلي يعني عده اشخاص كانوا في لاكاف ولكن مؤخرا السيد شرف الدين عماره الاتحاديه حبت تنحيه من لاكاف ومن عاد باش يدخل المؤتمر اللي داروه هنا في الجزائر. سي با نورمال سي با نورمال. انت عندك جزائريين في مناصب في لاكاف ولكن الاتحاديه الجزائريه تراسل لاكاف باش تنحي لك الجزائريين. اللي يجي المشكل تاعنا احنا اللي يجي يقول لك اللي كان قبلي ويخلط لي. سي با نورمال. ما نقدروش علاش شوف نتذكر كان عندنا واحد الامين عام في الاتحاديه الجزائريه من اروع نسيت اسمه بركه كان يخدم مع روروه. لما جاء سي خير الدين الزتشي نحاه. علاش نحى هذا الامين العام يعرف يخدم؟ قال لك لا